السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. كالعادة وبكل سعادة انسحب الزمالك من لقاء القمة، وده العادي بتاعهم، يعني مش أول مرة الزمالك يعمل كده. نفتكر في التسعينات مع أحمد رفعت انسحب، وقبلها لما حصل طرد في ماتش برضه في التسعينات أو في بداية الألفينات برضه الزمالك انسحب. محدش هينسى طبعا من كام سنة الأتوبيس الشهير اللي ما وصلش أصلا الاستاد والزمالك انسحب أيام ضاضة. فتاريخهم مليان انسحابات. طب تقول لي هو انسحب ليه؟ خوف، رعب، قول اللي تقول. يعني دايما الاهلي لو ناقص منه 100 لعيب هيلعب باللي موجود وممكن يكسب عادي. لكن الزمالك عشان ناقص منهم الجزيري واحمد فتوح ومش عارف مين، خلاص قال لك لا مش هلعب الماتش. هو حد طلع نصحهم كده في قناه من القنوات، كابتن عفت فشار تقريبا، قال لهم ايه؟ قال لهم لو لعبتوا الماتش ده هتترزعوا 4-5 على الاقل، فبلاش تلعبوا احسن. وهم سمعوا كلامه. طبعا كل المحاولات، طبعا يعني الدولة حاولت طبعا ان هي ترجع الزمالك عن رأيها والوزير والكلام ده، بس الدنيا مفيش. يعني هم كانوا مصممين ان هم مش هيلعبوا الماتش ده، هم عارفين هيطلعوا بفضيحة. كان الماتش فعلا هينتهي على الاقل 4-5 لو مفيش احتواء بقى زي الماتشات بتاعة الاحتواء والكلام ده. الماتش على الاقل 4-5. على رأي احمد حسام، كان مستضيف مين؟ مستضيف حد من الزمالك، فبيقول له يا كابتن الاهلي مش في مستواه اليومين دول. راح احمد حسام ميدو قال له يا باشا بيقلبوا عفاريت في ماتش الزمالك. عنده حق. يعني حتى الاهلي في اضعف مبارياته عنده ماتش الزمالك بتبص تلاقي الدنيا اتقلبت معاه، هيبقى عفاريت في الملعب فعلا. هما زي ما تقولوا ايه كده، المجلس قال لك ايه يعني، نلحق نهرب قبل ما ناخد 5 ولا ناخد 4، فايه نطلع بكاس الكرامه زي ما هم معوديننا بقى، كاس الكرامه وكاس مش عارف ايه، ويطلعوا يضحكوا على الجمهور بتاعهم. الجمهور بتاعهم طيب قوي بصراحه، حاجه غريبه كده يعني. تركيبه غريبه عمري ما شفتها في العالم كله ولا هنشوفها اظن، هي موجوده في مصر بس في نادي البليله فقط لا غير. فالحمد لله. او ممكن يكونوا خافوا بعد اللقاء بتاع احمد عفيفي والدكتور سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ طبعا مسح عفيفي بلاط الاستوديو بصراحه يعني. انا بقى كاهلاوي اسمع اي حد شاف اللقاء بتاع او المناظره اللي ما بين عفيفي وكابتن سيد عبد الحفيظ، ما عدا طبعا كام واحد كده في الزمالك كده، دول بيشوفوا بحاجه تانية غير عينيهم وبيسمعوا بحاجه غير ودنهم، برضه دول بيسمعوا بحاجات غريبه موجوده في جسم الانسان برضه بس محدش بيسمع بيها غيرهم. فدول ناس غريبه وحاجات غريبه بيعملوها فمالناش دعوه بيهم. لكن سيد مسح بعفيفي بلاط الاستوديو بمعنى الكلمه، وقع له كل الحاجات اللي هو كان باين عليها كلامه، وقعها له. شابوه سيد عبد الحفيظ. احمد حسام ميدو برضه قال مفيش يا جماعه حد يطلع مع سيد عبد الحفيظ في مناظره هيتمسح بيه الارض. الراجل ده فاهم، يعني اول مره احس ان هو فاهم النهارده. كان عنده حق قوي في اللقطه دي. مفيش حد هيقف قدام سيد عبد الحفيظ في مصر كلها. لو جبت جيش زملكاويه كده وقفتهم ورا بعض كباتن وجمهور، ومحدش يقدر ينافس سيد عبد الحفيظ من الاخر كده. وده مش كلامي لوحدي، ده كلام بعض العقلاء من الزمالك، هم مش كتير طبعا، قليلين جدا يتعدوا على الصوابع، بس في ناس منهم طلعت في فيديوهات قالوا الكلام اللي انا بقوله ده. فاخير خلينا متابعين اوروبا وكوبا امريكا اليومين دول، اليورو والكوبا احسن بكتير من الهبل اللي بيحصل في الدوري المصري. وعاش الزمالك وعاش انسحاب وخدنا 3 نقط. شكرا يا زمالك على ال3 نقط، بحييكم عليهم. وان شاء الله يتخصم منكم 3 نقط تاني وتبقوا في دوري المظالم السنه الجايه. لو هيطبق عدل ولائحه، الزمالك السنه الجايه المفروض يبقى في دوري الدرجه الثالثه الرابعه، بس طبعا الكلام ده ما بيحصلش في مصر. يلا ريحتونا واستريحتوا من اللي كان هيحصل فيكم. اشوفكم في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. تصبحوا على الف خير.